السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. لو عايزين تاكلوا حاجة سهلة وسريعة وحلوة في نفس الوقت فهتعملوا مكرونة وايت صوص. الناس اللي بتحب المكرونة جوسي وكده هتحبها جدا. شايفين بقى الجمال؟ بجد طالعة تحفة. تعالوا على طول نشوف الطريقة، بس لو أول مرة تشوفوني أنا أسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هجيب بقى صدر فرخة زي ما انتوا شايفين وهبدأ أقطعه كده قطع صغيرة. هي كمان أكلة اقتصادية جدا وبتكفي أفراد كتير. هرش بقى عليها كده رشة فلفل اسود علشان وانا بشوحها تطلع ريحة حلوة. طاسة على النار فيها معلقة سمنة كده كبيرة، وهسخنها كويس جدا وانزل عندي بالفراخ. افضل اشوح بقى في الفراخ دي لحد ما تاخد لون احمر حلو كده. انا هنا كنت مستعجلة شوية فما حمرتهاش عن كده، ونزلت عندي ببصلاية كبيرة كده مقطعاها بقى قطع صغيرة. بس طبعا لو انتوا مش مستعجلين فحمروها كويس هتديكوا طعم احلى كمان. بعد البصل ما دبل معايا فضيته في طبق تاني كده، وفي نفس الطاسة بقى هنزل بمعلقة سمنة كمان كبيرة كده، ومعايا حوالي 5 6 فصوص من التوم. هقلب التوم ده لحد لونه ما يصفر بس معايا كده. وهنزل بقى عندي بشوية من البابريكا وفلفل اسود وشوية بهارات. هديهم بقى كده تقليبة مع التوم، تقليبة واحدة بس كده، وبنزل عندي ب3 معالق كبار من الدقيق. هفضل اقلب في الدقيق كده لحد ما يتحمص شوية معايا وريحته تطلع كده. هنزل بعد كده بكوباية لبن وهفضل اقلب كده لحد ما افك الخليط ده كله مع بعضه. بعد كده هنزل بالكوباية التانية واقلب برضو، وهنزل بالكوباية التالتة. ممكن على فكرة نحط نص الكمية لبن والنص التاني شوربة، وافضل اقلب كده لحد ما افكه بقى من بعضه كده. يبقى 3 معالق كبار من الدقيق عليهم 3 كوبايات من اللبن. قلبت كده لحد البشاميل ما بقى ناعم معايا، طبعا هو لسه هيغلي وهيتقل اكتر من كده. نزلت عندي بحبيتين من الطماطم، انا ضرباهم في الكبة كده من غير اي مية خالص، ولو مش حابين تحطوا طماطم ممكن تستغنوا عنها خالص. بعد كده هنزل بالفراخ اللي انا كنت شايلاها في طبق. هحط لها بقى كده شوية ملح واسيب الفراخ تغلي شوية مع الصوص ده. وهنجهز بعد كده المكرونة في حلة على النار فيها مية بتغلي وشوية ملح، ونزلت عندي بالمكرونة. مقدار المكرونة هنا نص كيلو. وهسوي هنا المكرونة 3/4 سوا، وبعد كده هي هتكمل سواها في الصوص اللي احنا عاملينه ده. هسيب بقى المكرونة في الصوص ده لحد ما تستوي معايا. وفي الاخر برش عليها رشة كده من الكزبرة علشان تدينا شكل حلو. تعالوا بقى كده نغرف طبق ونشوف شكله في الطبق عامل ازاي. شايفين بقى في الطبق هنا عاملة ازاي؟ تحفة بجد. جربوا بقى المكرونة بالطريقة دي هتعجبكم جدا. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم بأي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.